السلام عليكم. هنعمل النهارده مع بعض اجمد طاجن سمك مكاريل. عايزه اقول لكم كانك بتاكلي كده جمبري من الخلطه اللي هنعملها ومن الطعم من الجمال. هتحلفي انك ما دقتي سمك بالطعامه دي. صلي على النبي وتعالي ندخل على الفيديو ونشوف عملنا ايه. انا عندي كيلو ونص من السمك المكاريل اللي هي الاصليه. غسلته بالليمون والملح وصفيت السمك بعد ما نضفته. تعالوا نشوف الخلطه. نص كيلو من الطماطم، ربطه كده من البقدونس مقطعاها، عليهم 3 قرون من الشطة، ولو فيهم بقى ايه كده قرن شطة سبايسي بيكون تحفة. جزراية واحدة متوسطة كده بشرها، ونضيف عليهم كده 3 بصلات متوسطين. هنقطع البصل معانا كده حلقات رفيعة. معلقة كبيرة من هريسة التوم، 3 ليمونات معصورين. هنضيف عليهم كده معلقة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة كبيرة من الكمون، ونص معلقة من هريسة الشطة، ومعلقة وربع من الملح. والإضافة اللي هتضيفيها دي هتودي السمك في حتة تانية خالص. نص معلقة من الزعتر المجفف بيديله طعم يا جماعة وريحة رهيبة بجد، بيخلي السمك طعمه في حتة تانية خالص. والله العظيم بنتي أكلته وقالت لي ماما ده طعمه جمبري. امسكي بقى الخلطة دي كده مع بعضها وقلبيها حلو قوي. يعني ادعكي الخلطة دي في بعضها كده. أنا عايزاها تنزل العصارة اللي فيها مع بعضها، عايزة المكونات كلها كده تمتزج مع بعضها، والطماطم تنزل شوية من السوائل اللي فيها هي والبصل. ضروري جدا. ضفت عليهم كده ربع كوباية من الزيت. هجيب بقى الطاجن اللي هشتغل فيه او اي صينية موجودة عندك. هنضيف كده فرشة في الارض شوية بقى من الخلطة اللي احنا عملناها الجميلة دي، عشان السمك يفضل طري معانا وعلشان ما يلزقش معانا في الفويل. هاتي بقى السمك بتاعك كده وابدأي احشيه بالخلطة دي. عايزه اقول لكم السمك ده بيبقى فيه منه انواع، بيبقى فيه منه نوع تاني بيكون سيء جدا. ديت المكريل الاصليه، الكيلو منها ب200 جنيه. انما التانية اللي بتبقى ارخص شويه دي مش اصليه، بتكون زفره جدا، بتكون مش حلوه خالص. هنحشي السمك كله بنفس الطريقه ديت كده. امليه بقى بالخلطه دي، وهنحط بقى كمان شويه كده من الخلطه على الوش. هنجيب بقى كده ازازه الزيت وهنرش رشه بسيطه يعني فوق السمك كده يعني. ما تكتريش، احنا حاطين زيت في الخلطه بتاعتنا. فضيفي بس رشة بسيطة جدا كده فوق السمك بتاعي عشان يتحمر في الفرن. تمام كده. مشغلة بقى عندي الفرن على درجة حرارة 200، وحاطة الشبكة فوق النار على طول. انا دايما بشيل الصاجة بتاعة الفرن وبشتغل على الشبكة، بتوزع الحرارة اكتر واسرع. فحاطة الشبكة فوق النار على طول. دخل بقى السمك، شوفوا الجمال، اقسم بالله حرفيا ريحته كانت قلبة الدنيا وطعمه تحفة. ادم ما بياكلش السمك وقال لي يا ماما مش هاكل سمك. لما حطيت له منه اكله عجبه جدا جدا. اخد معانا في الفرن قد ايه؟ من نص ساعة، يعني من 30 دقيقة ل 40 دقيقة معاكي في الفرن. مش بنشغل الشواية خالص، هو بيتحمر لوحده مع نفسه كده ويستوي، وبيكون طري كده، السمكية طرية وطعمها خطير. قدمت معاه رز صيادية وشوية سلطة. جربوه بالهنا والشفا.